السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايب قلبي، منورين القناة. وحشتوني جدا جدا جدا، كان بقالي كتير مش بعمل فيديوهات، فرجعت لكم تاني وفيديو جديد معانا، وهنعمل المقلمة مع بعض. المقلمة دي هيكون مكتوب عليها الاسم، وممكن تعملوها سادة. فيلا بينا نشوف هنبتدي الفيديو ازاي. وما تنسيش لو انت اول مرة تشوفي الفيديو او اول مرة تشوفي القناة، اعملي لايك وشير وكمان سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، وفعلي زر الجرس. ويلا بينا نشوف هنستخدم ايه. هحتاج في الفيديو ده ابرة كروشيه مقاس 5 انا استخدمتها، وكمان احتجت ابرة تنظيف وولاعة، وكمان ممكن مقص ولكن ممكن نستغنى عنه في وجود الولاعة يعني. وكمان هستخدم المزورة علشان نشوف مقاس المقلمة بالظبط. وكمان في الفيديو ده انا هستخدم خيط المكرمية المصري. وعلشان ما اطولش عليكم، انا عملت القطعتين بتوع المقلمة من الجنب، عملت دايرة زي ما انتوا شايفين كده، وده بخيط المكرمية المصري. علشان تعرفوا الدايرة عملتها ازاي، شوفوا الفيديو ان شاء الله اللي قبل ده، او هسيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس. انا عملت الدايرة دي، عملت اول حاجة دايرة سحرية وعملت عدد من الغرز. السطر التاني كان تزايد في كل الغرز، والسطر التالت برضو كان تزايد في كل الغرز. اما السطر الرابع كان غرزة فردي وغرزة تزايد، غرزة فردي وغرزة تزايد. فلو الشرح مش واضح بالنسبة لك، او انت مش بتعرفي تعملي الدايرة، هسيبلك لينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس علشان تشوفي بتتعمل ازاي. تمام. فيلا بينا بقى نشوف هنبتدي ازاي. انا عملت قطعتين نفس الطول بالظبط ونفس المقاس. تمام زي ما انتوا شايفين كده، ده شكلها. وكمان نضفتها من ورا ولسعتها بالولاعة. الاتنين نفس الطول، هيبقوا محطوطين في الجنب كده. وبعد كده هنشتغل بقى الجسم بتاع المقلمة. الجسم بتاع المقلمة هنشتغله قطعة مستقيمة. تمام. انا بوريكم التنظيف بتاعها. انا بعد ما نضفتها لسعتها بالولاعة، علشان خيط المكرمية زي ما انتم عارفين لازم يتلسع علشان ما يفكش معانا. هنبدأ دلوقتي نعمل القطعة المستقيمة اللي احنا قلنا عليها، وبنبتدي نلسع الخيط بتاعنا، طرف الخيط، علشان ما يفكش بالمنظر ده. اتمنى يكون الشرح او الصورة واضحة، انا بحاول اصور لكم في احسن اضاءة. هنبتدي مع بعض نعمل عقدة البداية. وبرضو لو انت مش عارفة تعملي عقدة البداية ازاي، هسيبلك لينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف يعني. وهنبتدي نطلع بعدد من السلاسل زي ما انتوا شايفين كده. وكمان لو مش بتعرفي تعملي غرزة السلسلة، انا عامله لها فيديو مخصوص على القناة، كمان هسيبلك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. انا بدأت اعمل السلاسل دي وعملت 24 سلسلة. تمام. هكمل وارجع لكم. انا كده عملت 24 سلسلة زي ما انتوا شايفين كده. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. تمام. هاخد سلسلة ارتفاع، وهنبتدي نعمل غرز حشو عادية خالص. هندخل في تاني سلسلة. تمام. وهنبتدي نشتغل غرز حشو عادية خالص. تقدري تستخدمي مقاس ابرة مناسب. لو شايفة ان الابرة دي مقاسها صغير على الخيط، ممكن تكبري مقاس الابرة، ولكن انا حبيت استخدم الابرة مقاس 5 علشان يبقى الخيط متماسك معايا بتاع المقلمة. وهبتدي اشتغل السطر ده كله. بدخل في الحلقة الخلفية، بيبقى معايا حلقتين على الابرة، بلف الخيط واطلعه من الحلقتين
بدخل من الحلقة الخلفية، بيبقى معايا حلقتين على الإبرة، بلف الخيط واطلعه من الحلقتين. ودي كانت اسمها غرزة الحشو علشان الناس المبتدئة. برضو هسيبلك لينك فيديو غرزة الحشو عشان لو مش واضحة معاكي في الفيديو. زي ما قلتلكوا انا بحب اشتغل بإبرة ضيقة شوية عن مقاس الخيط لما بكون عايزة اعمل الحاجة متماسكة، ان انا مدعمهاش. طبعا خيط المكرمية ناشف زي ما انتم عارفين، ولكن انا بحب المقلمة تكون ماسكة نفسها، ما تكونش يعني طرية كده معايا. كملت السطر لحد الاخر، سطر كل غرز حشو، وسبت اخر غرزتين اعملهم معاكم. زي ما اتفقنا بندخل في الغرزة الخلفية وبنطلع من الحلقتين، بندخل في الحلقة الخلفية بنسحب الخيط، بيبقى معانا حلقتين على الإبرة، بنلف الخيط وبنطلعهم من الحلقتين مع بعض. ده كده معايا أول سطر. علشان ارتفع السطر اللي بعده برتفع سلسلة أو بعمل سلسلة يعني، وبدخل في أول غرزة حشو، ولكن السطور اللي جاية هندخل من تحت الحلقتين مع بعض، يعني تحت حرف الفي زي ما انتوا شايفين كده. شايفين تحت حرف الفي بدخل وبشد الخيط، بيكون معايا حلقتين على الإبرة، بلف الخيط واطلعه من الحلقتين، وبيكون معايا بالمنظر ده. طبعا الشكل هيظهر في الآخر خالص. تمام. وهكمل بنفس الطريقة كده لحد السطر ما يخلص وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني، وده السطر التاني بعد ما اشتغلته. وكده اتفضل معايا غرزتين، هدخل في الغرزة اللي قبل الاخيرة دي واشتغل برضو غرزة حشو. والغرزة الاخيرة دي خلوا بالكوا علشان الحلقتين بيكونوا موجودين على الجنب شوية فما تنسوهمش. وهنشتغل غرزة حشو وهنعمل نفس اللي احنا قررناه في السطر اللي فات. هنرتفع سلسلة بالمنظر ده وهنلف الشغل بتاعنا وندخل برضو نعمل غرز حشو. في كل غرزة حشو هنعمل فوقيها غرزة حشو بدون اي تزايد خالص. تمام. انا كده هكمل القطعة كلها علشان ما اطولش عليكم الفيديو، وارجع لكم تاني ان شاء الله علشان نشوف المقاس اللي احنا هنكون محتاجينه بالظبط. ورجعت لكم تاني، وده كده القطعة اللي احنا اشتغلناها. انا فضلت ارتفع بنفس الطريقة لحد الطول اللي انا عملته. طبعا هقول لكم بقى ازاي نشتغل. انا لسه هعمل اطار، تمام، ولكن هنعد السطور بتاعتنا علشان نعرف احنا عملنا قد ايه. اول حاجة لازم نشوف الدايرة بتاعتنا كام غرزة، علشان هحتاج ان القطعة المستقيمة دي تكون اصغر من عدد الغرز اللي في الدايرة بغرزتين بس. يعني مثلا لو عدد الغرز 30 هحتاج ان عدد السطور بتاعة القطعة 28. تمام. انا كده هعدهم وهشوف طلعوا معايا كام واقول لكم. تمام. انا عديتهم وطلعوا معايا 36 غرزة، سوري. معنى كده ان انا محتاجة العدد السطور بتاعتي يكون 34. انا ارتفعت بعدد السطور زي ما انتوا شايفين دول 33 غرزة، ولسه هعمل اطار من الجنب فهيتعمل من تحت كده الاطار.
فهيديني سطر زيادة، يعني كده 34 غرزة. زي ما انتوا شايفين الجناب مش منتظمة، فانا هعمل لها اطار بغرز الحشو علشان تبقى شكلها متناسق، واقدر ان انا لما اجي اثبتها يكون الموضوع سهل عليا، يبقى الغرزة قدام الغرزة بالظبط. تمام. ودلوقتي بقى هبتدي انضف الخيط بتاعي اللي انا سبته في الاخر، تمام، بالولاعة كده، وهلسعه علشان يتفك. وهبتدي ادخل الخيط في ابرة التنظيف زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي ادخل الخيط ما بين الغرز كويس قوي علشان يكون متثبت معايا بالمنظر ده. تمام. بعد ما دخلت الخيط بتاعي في اكتر من غرزة، هبتدي ان انا السعه بالولاعة كده، وهلسعه كمان مرة لحد ما يكون لي زي بتاع الاسود ده. هبتدي بقى باي حاجة معدن او اي حاجة يعني ما تلزقش، ان انا ادخلها فيها كده علشان تبقى ملزوقة كويس. وكمان هنضف اي خيوط بقى طالعة بنفس الطريقة، وارجع لكم تاني لما يكون الشكل اتنضف علشان نبدأ نعمل الاطار بتاع القطعة. ودلوقتي هنبدأ مع بعض الاطار اللي احنا هنعمله. هنبتدي نجيب اي طرف في القطعة بتاعتنا وهندخله زي ما انتوا بصوا شايفين الحلقة التانية فين، تحت خالص اهي. هوضحها لكم. بصوا شايفين دي اهي، والحلقة التانية اهي. طبعا ده علشان انا شغالة بإبرة مقاسها صغير شوية، فالحلقات ضيقة شوية برضو، ولكن في الاخر فعلا بتاخدي نتيجة حلوة جدا جدا. دخلت الإبرة الكروشيه كده من تحت الحلقتين، وهبتدي اسحب الخيط منها وهعمل سلسلة. تمام كده. وهبتدي بقى ادخل. بصوا بقى هدخل منين. شايفين الراس دي اللي هي يعتبر نص حلقة او نص دايرة بتبقى طالعة كده، بندخل فيها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. وهبتدي اخد الخيط اللي هو البداية بتاعي علشان احطه تحت الشغل. يبقى انا كده بنضف اول باول الخيوط بتاعتي. تاني غرزة هندخل فيها، شايفين هندخل منين؟ من تحت الحلقتين دول، 1 2. بصوا الحلقة التانية فين، 1 2. تمام. وهبتدي برضو زي ما قلتلكوا هاخد الخيط علشان انضف شغلي اول باول وانا شغالة.
وكده انا بثبت شغلي كمان، يعني غير ان انا بنضفه انا بثبت الخيط معايا عشان ما يفكش. هندخل في الحلقة اللي طالعة دي اللي هي نص دايرة دي، ندخل فيها كده ونشتغل غرزة حشو. هنسحب الخيط، هيكون معانا لفتين على الإبرة، هنسحب الخيط ونطلعه من الحلقتين. يبقى احنا غرز الحشو عندنا على مرحلتين في السطر ده. اول غرزة بتكون او غرزة منهم بتكون في نص الدايرة اللي بيبقى طالع ده او الحلقة اللي بتكون طالعة دي، والحلقة اللي بعدها بتكون في الفراغ اللي بيبقى فيه حلقتين، حلقة من بره وحلقة التانية من جوه. بتكون صعبة شوية ولكن هتشوفوا في فيديو موضح الغرزة فين بالظبط، واشتغلوا معايا وامشوا ورا الخطوات بالظبط وان شاء الله تطلع حلوة جدا وهتعجبكم. انا اشتغلت شوية، بصوا الشكل بقى عمل ازاي، بقى كله قطعة واحدة عن الشكل ده. بصوا شايفين طالع نازل طالع نازل ازاي، شكلها مش حلو خالص ومش منتظمة. تمام، ده بقى بصوا قطعة واحدة وشكلها حلو قوي، وكمان في الاخر خالص بيكون الشكل متناسق. ده كان اخر الطرف من الناحية التانية، يعتبر ده البداية اللي انا كنت شغالة بيها خالص، فاخدتها برضو معايا من تحت الشغل علشان اثبتها معايا، بدل ما انا ادخلها بابرة التنظيف والزعها فانا هثبتها معايا كمان بالشغل وانا شغالة. هبتدي اعمل غرز حشو برضو في كل غرزة هتقابلني. شايفين، وباخد الخيط البداية معايا تحت الشغل. الموضوع سهل وبسيط وسلس جدا، وانتي تقدري تتحكمي في مقاس الابرة اللي انتي حابة تشتغلي بيها. الموضوع هيبقى سهل معاكي وبسيط. انا كده هكمل داير ما يدور، مش هزود في اي حاجة. تمام، مش هزود في اي غرز ولا هعمل اي تزايد خالص، انا همشي داير ما يدور غرز حشو لحد ما اوصل للبداية اللي انا اشتغلتها. يعني انا عملت سطر، هشتغل السطر اللي في الجنب ده وهشتغل السطر اللي بعده كمان، وكده يبقى خلاص. تمام، هكمل بقى وارجع لكم تاني علشان تشوفوا الشكل بعد ما عملت له اطار. ورجعت لكم تاني، ودي كانت اخر غرزة انا هشتغلها معاكم اهي. تمام، اخر غرزة حشو، وهبتدي اسحب بقى الخيط كده على مسافة مناسبة يعني، وهقصه او هلسعه كده بالمنظر ده. تمام، وهبتدي بقى ان انا انضف الخيط واقفل الخيط بتاعي قفلة ما تبانش ان هي مقفولة او يبان اولها من اخرها. اوريكم ازاي. شايفين احنا كده خرجنا الخيط خالص، وهبتدي اروح في الغرزة دي ادخل فيها من تحتيها كده وهسحب الخيط منها. اوكي، بالمنظر ده كده هسحب الخيط وهاجي على الناحية التانية. بصوا هدخل منين واسحب الخيط برضو مرة تانية، وكده اتقفل نفس الغرزة
بتاعة غرزة الحشو مش باينة اولها من اخرها. وهبتدي بقى بغرزة التنظيف ان انا انضف الخيط، او لو هشبك الجزئين الدائريين، يعني الجزء الدايرة ده لو هشبكه بالخيط برضو اللي انا سايباه زيادة. وده الشكل كده، شايفين الشكل مستوي ازاي، وشايفين مفيش لا حتة طالعة ولا حتة نازلة. الموضوع سهل جدا بجد، والمقلمة عجبتني جدا بعد ما عملتها، وحجمها كان كبير قوي. شايفين المفروض تتثبت ازاي. بس انا قبل ما اثبت بقى هكتب الاسم الناحية دي كده، وعملتها نصين علشان اعرف انا هكتب الاسم من انهي ناحية. وجبت الدبابيس اللي هي الماركر دي، وشبكت القطعة بتاعتي علشان اعرف انا هكتب فين بالظبط، علشان الكلمة ما تكونش لا طالعة ولا نازلة، تكون في النص بالظبط. دي بتبقى الدبابيس، بتتباع كده في كيس صغير، تقريبا ب5 جنيه او حاجة. حلوة جدا وبتبقى عملية. فانا هكتب الاسم هنا، الاسم بتاع النهاردة اسمها دينا. فهحتاج مقص، وهحتاج كمان ابرة تنظيف، وهحتاج خيط قطن او خيط رفيع، خيط ديفا بقى او اي خيط يعني. واستخدمت معاه ابرة مقاس 2 علشان هو خيط رفيع. وهحتاج كمان سوستة زي ما انتوا شايفين كده، ده الخيط. تمام. ممكن تستخدمي اي خيط، خيط ديفا، خيط هيمالايا، خيط المنجد، اي حاجة يعني هتمشي. وكمان استخدمت السوستة دي نفس لون الخيط يعتبر، علشان يبقى ماتشنج كده وشكلها حلو. اما بالنسبة بقى للاسم، انا هقسمه قطع زي ما انتوا شايفين كده. القطعة دي بغرزة اسمها حبل اللاسيه الروماني. ممكن تستخدمي تبدلي الغرزة دي بغرزة الحشو العادية، ممكن تستخدميها بسلسلة بس عادي، ممكن تستخدميها بأي طريقة أو أي شكل تاني حابة تستخدميه. ده هيكون الشكل. يعني مثلا أول حرف من اسم دينا، زي ما انتوا شايفين كده، عملت اللي هو الحرف بتاعها الأولاني، وهبتدي ان انا اشكله. بصوا هيدخل ازاي. يعني انا قسمت حرف الدي على مرحلتين، مرحلة اللي بيكون قطعة مستقيمة كده بالطول، والكيرف بقى بتاع الدي هعمله برضو، هتشوفوه معايا ان شاء الله. هيكون بالمنظر ده كده. كده انا ثبته من ورا. تمام. هبتدي بقى يا اما اخيطه يا اما هلزقه، ولكن الحل الاحسن خالص ان انت تخيطيه، علشان اللزق مع الوقت ومع الغسيل ممكن يفك معاكي، وطبعا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الشغل بتاعنا يكون ثابت. ممكن نربط الخيط ده زيادة امان من ورا، ان احنا ما يفكش مهما حصل، اوكي. ولكن احنا كمان هنخيطه بالخيط والابرة علشان يكون سهل معانا. ممكن كمان بدل ما تخيط تربطيه من ورا، تحطيه بإبرة التنظيف وتدخليه ما بين الغرز عادي جدا عشان ما يبانش. فانا هعمل بقى عدد من القطع كده بغرزة حبل اللاسيه الروماني. تمام. وارجع لكم تاني علشان تشوفوا بقى الشكل لما تركب الاسم بالكامل هيبقى شكله عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين كده، جبت ابرة وخيط بقى علشان اخيط القطع بتاعتي اللي معمولة بحبل اللاسيه الروماني علشان اعمل الاسم. زي ما انتوا شايفين كده، بحاول ان انا بقى اخيطه من الجنب اليمين والشمال علشان ما يفكش معايا، مهما اغسلها او مهما اعمل فيها اي حاجة ما تتفكش. وده بيميز شغلك عن شغل فنانة تانية. في ناس بتفضل ان هي تعملها باللزق، فمع اول غسلة او تاني غسلة او طبعا انتوا عارفين ان الاطفال بيتشاقوا كتير وكده،
فممكن مع الاستخدام على المدى البعيد انها تتفك معاكي، واحنا طبعا مش عايزين كده. عايزين يبقى الحاجة بتاعتنا شكلها حلو ومناسب وكمان متينة، والعميل اللي هيشتري مننا يكون عارف ان احنا بنعمل حاجة كويسة وتدوم لعمر طويل. شايفين انا بدخل كده في الحلقات اللي من الجنب دي، بالمنظر ده كده من ورا ومن قدام. طبعا من ورا احنا هنبطن المقلمة علشان شكلها من ورا بصراحة ما كانش عاجبني، ولكن لو انتوا عملتوها وما كانش فيها اي حاجات من ورا انها تبقى شكلها وحش، ممكن تسيبوها عادي كده من غير بطانة. بس انا بفضل تبطنوا اي حاجة هتعملوها سواء شنط او مقالم، لان ده بيقيم شغلكوا انتوا. بجد الحاجة بتفرق جدا مع البطانة، بيبقى شكلها حلو وراقي كده وشكلها اللي هو مش حاجة هاند ميد، مش حاجة معمولة بالايد، لا ده حاجة معمولة باتقان كده، وبتبقى الموضوع مختلف بجد. هفضل بقى اثبت بالمنظر ده كده، هطلع الخيط من كل غرزة واثبتها لحد ما اكمل بقى الطرف اليمين والطرف الشمال، وكمان هكمل بقى باقي الاسم، وارجع لكم بقى لما تشوفوا الاسم كله كامل عشان ما اطولش الفيديو عليكم. ورجعت لكم تاني، ولو انتوا لسه مكملين معايا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكمان سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وده كده منظر الاسم بعد ما اتخيط. شايفين الخياطة متينة ازاي؟ شايفين ده كده الشكل من ورا. طبعا الشكل من ورا مش الطف حاجة، فكل ده هيتبارى بالبطانة ما تقلقوش. وده كده كان الشكل تمام. فكده هروح ابطنها وارجع لكم تاني علشان تشوفوا الشكل وتشوفوا ازاي ركبت السوستة. فاستنوا معايا وتابعوا الفيديو. ورجعت لكم تاني اهو، وده كان شكل البطانة. وانا متعمدة ان انا اخليها صغيرة شوية عن مقاس الطول بتاع البطانة، يعني تبقى مشدودة كده علشان لما المقلمة تتني كده بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه ده، يبقى القطعة بتاعة القماش مشدودة معايا، ما تكونش شكلها وحش او ما تكونش مكرمشة كده من جوه، يعني تكون كبيرة عن المقاس. انتوا فاهمين قصدي؟ فقصيت الطول بتاع القطعة اقل شوية من طول القطعة المستقيمة، وبدأت ان انا اخيط من الجناب زي ما انتوا شايفين كده. جبت السوستة بقى علشان اركبها. تمام، بصوا ازاي هتيجي كده من الجنب، وهجيب الخيط بتاعي والابرة عادي، سواء اللي انتوا عايزين تخيطوا بيه. عايزين تخيطوا بالخيط ده اوكي، عايزين تخيطوا بخيط السنارة كمان اوكي. الاتنين حلوين وجامدين. كمان خيط السنارة جامد في الشغل ومش يتقطع بسهولة. جبت ابرة خياطة عادية خالص، وبدأت ان انا الضم الابرة بتاعتي بالخيط اللي انا هخيط بيه.
بصوا بقى ماشي. سبت كده مسافة من السوستة من ورا علشان تبقى كويسة معايا. جيت من الاخر كده اثبت بقى الطرف بتاع السوستة، دخلت كده اكتر من مرة علشان تتثبت معايا. في نفس يعتبر المكان علشان تتثبت تمام. وهبتدي ان انا بقى ادخل من تحت كل غرزة كده وما شدش الخيط بتاعي للاخر علشان لما بشده قوي بيبقى السوستة مكرمشة كده وبتبقى زي ما تقولوا معوجة، فبيضايق ناس كتير قوي المنظر ده. لا، علشان تبقى السوستة مستوية وكلها طول واحد وكلها مقاس واحد، فحاولوا ان انتوا ما تشدوش ايديكوا بالخيط قوي، يعني ما تشدوش جامد تمام. وهبتدي ان انا اكمل بقى كده. معلش الاضاءة كانت هنا، كنت بصور لكم في الجزء ده بالليل فالاضاءة وحشة وبعتذر مرة علشان الصوت. انا اسفة عشان الصوت العالي وكده، فحاولوا بقى ان انتوا تزقوا معايا الفيديو كده وتعملوا لايكات كتير علشان تساعدوني يبقى الفيديوهات اللي جايه بكواليتي احلى وجودة صوت احسن باذن الله. شايفين هفضل بقى ماشية كده. انا مش بشد السوستة خالص ومش بشد كمان الخيط علشان يبقى مناسب معايا. هكمل بقى لاخر السوستة كده لاخر السطر يعني بتاع المقلمة واوريكم الشكل هيكون عامل ازاي في الاخر. ورجعت لكم تاني وجيت لكم تاني. معلش انا ما لحقتش اصور الجزء التاني من السوستة، فانا ركبتهم الاتنين كده مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بتتفتح بكل سهولة. شايفين بقى ان مفيش كرمشة خالص من جوه ازاي. بدأت ان انا بقى اعمل الخيط بتاعي بإبرة التنظيف علشان اشبك القطع الدائرية في المقلمة. بصوا بقى احنا هنسيب الغرزتين. طبعا انتوا فاكرين اول الفيديو كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان احنا عايزين القطعة المستقيمة تكون اقل من الدايرة في عدد الغرز بغرزتين اتنين. الغرزتين دول هنخليهم علشان مكان السوستة هياخد يعتبر غرزتين. اوكي، فهنبتدي ندخل كده بالابرة والخيط اللي احنا عملناه تمام. وهبتدي بقى ادخل كده من كل ابرة من تحت الحلقتين بتوع الغرزة دي ومن تحت الحلقتين بتوع القطعة المستقيمة. ده هيديني شكل بارز كده وبيكون شكله جميل وشيك اوي. فبندخل من تحت الحلقتين هنا ومن تحت الحلقتين هنا. شايفين بالمنظر ده. وبشد الخيط كده واحدة واحدة عادي بالراحة، احنا مش مستعجلين. شغل الكروشيه من امتع الشغل، خصوصا لو دي هواية عندكم فانتوا بتحبوا تشتغلوا الحاجة كده مش شرط الاوردر او طلب او اي حاجة، لا بيبقى الموضوع سهل وسلس وجميل. هكمل بقى باقي الدايرة بنفس الطريقة. كل غرزة هيقابلها الغرزة اللي قدامها. هشتغل تحت الحلقتين هنا وتحت الحلقتين هنا، ولما اخلص القطعة الدائرية هرجع لكم تاني واقول لكم وتشوفوا الشكل بتاعها عامل ازاي. شايفين انا عملت الجنبين دي السوستة كده. بصوا متساوية ازاي وجميلة، والبطانة جوه مش مكرمشة ولا اي حاجة تمام. بصوا كمان بتاخد التليفون يا جماعة، بتاخد التليفون مش مصدقة من كتر ما هي كبيرة.
طبعا هنزل لكم الفيديو بتاعها وتشوفوا هي حجمها قد ايه وبتاخد قد ايه من جوه كمان، وهنوزنها مع بعض عشان نشوف اخدت قد ايه خيط. شوفوا كده الشكل معايا، بصوا بتتقفل كمان بكل سهولة. بصوا بقى المقاس من الجنب للجنب حوالي 24 سنتي، تمام. والدايرة بتاعتي قطرها 9 سنتي، قطر الدايرة بتاعي 9 سنتي، تمام. الفتحة بتاعت السوستة 21 سنتي ونص، قولوا 21 سنتي. اما الطول بتاعها حوالي 11 سنتي او 10 سنتي ونص كمان. طبعا ده كمان هيبقى على الناحية التانية. نيجي بقى نوزنها. سوري، انا هنا نسيت الحاجات جوه الشنطة، فهفتح كده واطلعها تاني. نسيت الحاجة اللي انا كنت حطاها جواها. طلعت معايا 276 جرام، 276 جرام كل حاجة. الخيط المكرمية زائد الخيط اللي مكتوب بيه الاسم، زائد كمان السوستة البطانة، كل حاجة 277 جرام، يعني ربع كيلو و20 جرام، يعني حاجة لا تذكر يعني. بالنسبة للبطانة، هي البطانة قطن يا جماعة. عجبتني جدا، وكمان التقفيل بتاعها كان حلو بصراحة، عجبني وكنت راضية بيه جدا. بس كده، دي كانت كل حاجة الفيديو النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكمان سبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ولو عندكم اي استفسار او عندكم اي كومنت اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله هرد على كل الكومنتات باذن الله. واول ما تطبقوا المقلمة دي يا ريت تبعتولي التطبيقات بتاعتكم علشان اعمل لها فيديو وانزلها على القناة باسامي الجروبات بتاعتكم. واشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي. هتلاقوا اللينك الجروب تحت في الديسكريبشن بوكس.